في حاجة أكيد أنت لاحظتها على كاوتش عربيتك، وهي الأرقام اللي بتكون مكتوب عليه، وكل مرة بتكون عايز تعرف إيه الأرقام دي ومعناها إيه. ففي الفيديو ده هوريك كل حاجة عن الكاوتش من تاريخه وتصنيعه، فانزل دوس سبسكرايب للقناة واعمل لايك للفيديو وخليك معانا على طول. الكاوتشات في منها أنواع كتير، في منها للاستخدام اليومي، في منها للسباقات، وطبعا الكاوتش بيكون هو نقطة التلامس الوحيدة بين أي موديل والطريق. مقاسه بيتعرف بقطر الجنط اللي هيركب عليه، وبيكون رقمين بالإنش. في العربيات الصغيرة الخفيفة زي الفيات 127 حجم الكاوتش بيكون صغير مقاس 13. الإطارات يمكن من أكتر مكونات العربيات اللي اتطورت واتغير تكوينها عن زمان، لأن شركات زي ميشلين وبيريلي وجودير المنافسة بينهم خلت صناعة الكاوتشات تتحسن بشكل رهيب. إطار أحسن يعني عربية أسرع وأريح وآمن على الطريق. فخلينا نعدي على أنواع الكاوتشات ونشوف استخداماتهم بتكون في إيه. أول نوع هو الكاوتش البليات. ده كان النوع التقليدي اللي كان منتشر في الستينات. ده كان مصنوع من طبقات مطاطية ليها شكل معين، لكن كانت مشكلته مش ثابت قوي على الطرق في السرعات العالية، واعتقد كانوا بيسموه كاوتش عوامة لانه من جوه فيه طبقة هي اللي بتتملي من الهواء. فالنوع التاني الراديال تايرز. النوع ده ظهر بعده وفرق جامد في التصنيع. الطبقات بتكون موازية لبعض وبتغطي كل الكاوتش بشكل مختلف عن الشكل التقليدي. الراديال متين اكتر اكيد، وبيعيش لفترة اطول وبيقلل استهلاك البنزين بسبب قلة احتكاك على الطريق. النوع التالت وده تقريبا اللي موجود في كل العربيات دلوقتي، النوع التيوبلس. النوع ده من الكاوتشات مفيهوش تيوب او انبوبة جوه الكاوتش، يعني هو نفسه بيحتفظ بالهواء جواه، وده بيقلل فرص التسريب او الانفجار حتى. النوع ده بيكون منتشر بشكل كبير في العربيات الحديثة، وده علشان الامان وسهولة التركيب اكيد. النوع الرابع الكاوتش بتاع الشتاء الوينتر تاير، وده معمول مخصوص للجو البارد والطرق اللي ممكن تتزحلق فيها العربيات. بيكون ليه نقشة معينة بتصرف المية وبتزود الثبات على الطريق، وبتخلي العربية تمسك في الارض كويس جدا، حتى ان في اصلا نسخ بتكون مخصصة للتلج. النوع الخامس كاوتش الاداء العالي او البريفورمانس تاير. النوع ده مخصوص للنسخ الرياضية او اللي بتحتاج سرعة وثبات اعلى من الطبيعي. بيكون صلب شوية وبيقدر يتحمل السرعات العالية على الطرق السريعة، وبيساعد على التحكم في العربية في الزوايا والمنحنيات. والنقاشات اللي عليه اقرب للشكل الاملس الممسوح اللي هو السيمي سليك، وده طبعا منتشر جدا لاي سوبر كار واكيد بيكون غالي جدا. وصناعة الكاوتشات بتمر بمراحل كتير، بداية من تحضير المواد لحد المنتج النهائي. واول حاجة بيتم تجميع المطاط سواء كان طبيعي او صناعي. المطاط الطبيعي بيتم استخراجه من شجر معين، لكن دلوقتي اغلب المطاط اللي بيتصنع منه الكاوتشات بيكون مطاط صناعي. هنا بيتم خلط المطاط مع مواد تانية زي السيليكا والكربون الاسود والنايلون والسيلفر وشوية مواد كيميائية لتحسين قوة الكاوتش ومرونته. بعد كده المطاط بيتحط في قوالب معينة علشان ياخد شكل الكاوتش، وفي النهاية بيتم تسخينه في افران خاصة لتثبيت الشكل النهائي ليه. المرحلة الأخيرة هي وضع النقشة على سطح الكاوتش نفسه اللي بتتحكم في أدائه وثباته على الطرق وبيحدد نوعه أكيد. وحاليا كل الإطارات اللي على الطريق بيكون لونها أسود، لكن عادي ممكن تلاقي طقم بلون أحمر أو أزرق، بس ده نادرا جدا وبيكون للاستعراض بس، لأنه في البداية أصلا الإطارات ما كانش لونها أسود، لكن بعد ما بدأوا يضيفوا مادة الكربون الأسود واللي هي بتكون بشكل باودر هنا بتحمي هيكل الكاوتش من التفكك بسبب الحرارة الشديدة، وبتدي قوة وتحمل علشان يعيش لمدته اللي بيكون غالبا في حدود ال4 سنين. الأرقام بقى اللي موجودة على الكاوتشات بتقولك معلومات مهمة جدا عنه زي حجمه وقدرته على التحمل وغيرهم كتير. بمعنى تاني الأرقام دي بتحدد كل حاجة عن أداء الكاوتش على الطريق. فهنفترض إنك شايف الأرقام دي على كاوتش عربيتك R16 205 على 55 91 في. رقم ال 205 ده عرض الكاوتش بالملي، يعني عرض الجزء اللي بيلمس الأرض من الكاوتش. وتاني رقم هو 55. الرقم ده بيمثل نسبة ارتفاع جنب الكاوتش لعرضه، يعني ده ارتفاع الجنب اللي هو المسافة من الجنط لحد الأرض كنسبة مئوية من عرض الكاوتش نفسه. فهنا بيساوي 55% من عرض الكاوتش اللي هو 205 ملي، يعني ارتفاع الجنب بيكون حوالي 113 ملي. والحيطة الجانبية للكاوتش دي بتتسمى بروفايل. كل ما البروفايل مساحته قلت كل ما الكاوتش بقى رياضي أكتر، لأن المساحة الكبيرة دي وقت الجري السريع على ملفات بتتعوج وممكن الإطار يخرج من الجنط أصلا. تالت حاجة وهو حرف الآر، معناها إن الكاوتش من نوع راديال، وده اللي بيدل على التصميم بتاعه نفسه. رابع رقم وهو 16، والرقم ده بيدل على قطر الجنط اللي بيركب عليه الكاوتش بالبوصة أو الإنش، وهنا بيركب عليه جنط قطره 16 بوصة. الرقم اللي بعده بيكون 91، وده رقم مؤشر الحمولة، وده بيعبر عن أقصى وزن الكاوتش يقدر يشيله بأمان. الرقم ده بيدل على قيمة بتتحدد من جدول معين، وفي حالتنا دي الرقم 91 يعني الإطار ده يقدر يشيل حوالي 615 كيلو. كل ما الرقم ده يزيد كل ما الكاوتش يقدر يشيل وزن أكبر أكيد. وحرف الفي ده مؤشر السرعة وبيحدد أقصى سرعة ممكن الكاوتش ده يتحملها. فهنا حرف في ده معناه إنه يقدر يتحمل سرعة لحد 240 كيلو. في جدول برضه بيحدد السرعات على حسب الحروف هو كمان، فلما تلاقي حرف بعيد زي واي أو زد اعرف إن العربية دي سرعتها تكسر 300 كيلو في الساعة. ولو جيت بصيت برضه هتلاقي إن في السوبر كارز والنسخ الرياضية عامة الكاوتش فيها بيكون عريض جدا. الإطارات العريضة دي بتكون أساسية في النسخ دي، والسبب الرئيسي أكيد هو الثبات. لما يكون عريض
عريض مساحة التلامس بين الكاوتش والطريق بتكون أكبر، وده بيدي العربية قدرة أفضل على التحكم خصوصا في المنحنيات والسرعات العالية جدا. العربيات الرياضية أساسا محتاجة ثبات أكبر علشان ما يحصلش إن الموديل يفقد السيطرة في الملفات أو لما السرعة تزيد بطريقة مفاجئة، وده اللي بتقدمه الكاوتشات العريضة دي. وبالنسبة للشباب اللي بيعدلوا بادي العربية ويزودوا عرض الكاوتشات، ده بيكون لسببين أساسيين. أول حاجة أكيد الشكل، العربيات اللي عليها كاوتشات عريضة وبادي معدل بيبقى شكلها ملفت أكتر وبيعبر عن قوة وسرعة الموديل. تاني حاجة أكيد الأداء، الشكل العريض بيديهم ثبات أحسن حتى لو العربية مش رياضية في الأساس. أنا مرة شفت صورة للفرق بين كاوتشين عربيتين، الأودي Q8 الRS والرينو كليو. حقيقي منظر عرض إطارات الأودي مرعب، الكاوتش عريض هنا جدا، كليو جنبها كأنها كاوتش عجلة صغيرة مش عربية أبدا، وده بيوضح فرق الاستخدام ما بين كل موديل والتاني. شركة ميشلين مرة نزلت صورة على تويتر لكاوتش بورش 911 أول جيل قصاد آخر جيل، نفس الكلام، الجديد أعرض بكتير عن القديم. هو أكيد الموديل الجديد أكيد أسرع، لكن القديم اللي كان في الستينات ما كانش بطيء أبدا. وكمان الفكرة في طريقة التصنيع نفسها هي اللي اختلفت وغيرت من تكوين وشكل الكاوتش نفسه وحجمه. ومش بس الإطارات هي اللي تطورت، لكن بالتزامن معاها كان هيكل الجنود نفسه بيتغير للأحسن كمان. حاليا الأرخص بيكون الجنط الحديد من غير أي تصميم، اللي موجود بقى حاليا على 80% من عربيات الشارع بيكون الجنط الألمنيوم اللي بيسموه جنط سبورت. وآخر ليفل لو الصرف ملوش حدود بيكون الجنوط الكربون فايبر. المادة اللي بيتصنع منها الجنط بتتغير، لكن الهيكل العام نفس الشكل. يمكن زمان جدا جدا كان في جنوط راديال اللي بتكون أسلاك حديدية ماسكة قلب الجنط بأطرافه زي اللي بتنزل على الموتوسيكلات والعجل حاليا. وطبعا الأرقام اللي انت بتشوفها دي بتكون مكتوبة وبتتعمل في توقيت معين وعند درجة حرارة معينة، فبتدي الطبعة بشكل واضح بالتساوي على كل الجزء الجانبي للإطار. لو شفت في السباقات فهتلاقي إن أوقات بيستخدموا مكن حراري علشان يشيلوا أجزاء متهالكة من الكاوتش ويحاولوا يرجعوا ليه سطح متماسك أكتر مع الأرض. يمكن الكلام ده صعب جدا يتعمل وتشيل الكلام الأصلي على الكاوتش بنفس الطريقة دي. لو في شخص عايز يتلاعب ويغش تاريخ الانتهاء مثلا، فبيكون تقريبا مستحيل يعملها زي الشكل الأصلي من المصنع، وده بيخلي صعب وجود سوق مضروب للإطارات زي الزيوت والقطع التقليدية التانية. خليني قبل ما أختم معاك أوريك أسعار الإطارات بتكون عاملة إزاي. فخلينا نشوف موديل غالي حبتين زي الجي كلاس مثلا كده. ولما دورت لقيت إن في كذا إطار ممكن بيتوفر له، لكن منهم واحد من نوع بيريلي وسعره حوالي 11000 جنيه، يعني الفردة بحوالي 220 دولار. بورش 911 تيربو اس سعر الكاوتش بيبدأ من 240 دولار لحد 520 دولار على حسب الفئة والتعديل. أكيد ممكن نعلى شوية بالموديل ونروح للفيراري الاس اف 90 مع نوع بيريلي بي 0 بي زد 4، وبيبدأ من 317 دولار لحد 540 دولار على حسب المورد وغيره كتير. والمستوى الأخير بيكون عند البوجاتي شيرون، وسعر الميشلين بايلوت كاب 2 بيوصل لحد 42000 دولار. علشان تعرف كام بالمصري بيكون في حدود ال 2 مليون جنيه. تخيل 2 مليون جنيه كسعر كاوتشات للبوجاتي شيرون. هي البوجاتي مشكلة صراحة في كل حاجة. وفي النهاية عايزك تقولي رأيك عن ايه أغلى نوع كاوتش ممكن تكون شفته على الحقيقة. بس كده، سلام.